دكتور زاهي حواس طلع مع مقدم بودكاست امريكي اسمه جو روجان، والبودكاست ده عباره عن قعده كده زي ما انا قاعد، واحد تاني بيقعد قدامي وبنقعد نحكي سوا. بتبقى قاعده فيها مطلق الحريه بقى، عايز تدخن عايز تاكل انت حر يعني. فبتبقى قاعده لذيذه كده كانهم قاعدين على قهوه بس في مكان مقفول عشان يعرفوا يتكلموا ويعرفوا يسجلوا. ومن ساعه ما اتنشر البودكاست ده والدكتور زاهي حواس مهري شتيمه وتريقه، وهو الصراحه يعني هو بصراحه يستاهل جزء منها. في الفيديو ده انا ههاجم الدكتور طبعا في حاجات كتير، وبصراحه هدافع عنه في حاجات تانية. نبدا بالهجوم. اولا الراجل طول الحوار انا شفت الساعتين بالكامل وشفتهم بلغتهم الاصليه بالانجليزي، وهم مش ساعتين، هم اقل من ساعتين بحاجه بسيطه، لان جو روجان بيحط اعلانات في النص مدتها دقيقه، اعلانات صوتيه هو بيتكلم. يعني كان في اعلان للكلاب، مكان للكلاب على ما اذكر. الراجل بقى الدكتور طول الوقت ما بيستخدمش غير انا، يعني انا اكتشفت مفيش احنا. كلمه احنا اكتشفنا دي مش موجوده خالص، ودي يعني حاجه قمه الغرور. يعني انت لو كنت موجود لوحدك كنت هتقدر تكتشف الاكتشافات دي؟ اكيد في ناس ساعدتك، اكيد في ناس اشتغلوا معاه. يعني لغه احنا كانت هتكون احسن من الانا اللي واصله للسحاب دي. النقطه الثانيه ان احيانا كتير كانت اجاباته على الاسئله بتكون عجيبه. يعني جو روجان بيقول له هل انت مقتنع ان انت لو قطعت راس حد ممكن ترجعها له تاني؟ قال له اتس ريتن، دي مكتوبه. قال له يعني ايه عشان مكتوبه تبقى حقيقيه؟ قال له ما مكتوبه. حشيش تمام حاجه عايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. التاني قال له طب تمام. ايه يا عم، يعني هي عشان مكتوبه تبقى حقيقيه؟ يا جدع انت خليك يا جدع ايه الكلام ده؟ يكونوش كانوا انبياء ولا حاجه وعندهم معجزات. النقطه الثالثه هي الانجليزيه الركيكه. هي لغته هي واضحه ومفهومه وكليرلي، والكلام واضح ومفهوم وكل حاجه، بس انت احيانا كتير كان بيستخدم ادوات استفهام غلط، كان بيستخدم ضماير غلط، وده اصلا يعني لا يليق. راجل عالمي، مش المفروض انت راجل عالمي فعلا يعني. جو روجان هو اللي استضافك، مش انت رحت قلت له انا عايز اطلع معاك. ردوده على الاسئله في احيانا كتير جدا كانت الاجابه اتس ان ماي بوك، في الكتاب بتاعي. فين الكتاب بتاعك؟ على الكمبيوتر. فين الكمبيوتر؟ في الفندق. فين الفندق؟ في لاس فيجاس. احنا كده قاعدين بنهرج. هو الرد ما كانش ذكي. ويجي هنا بقى النقط اللي انا هدافع فيها شويه عن الدكتور. اولا البرامج الامريكيه في اغلبها ما بيديش الاسئله قبل البرنامج، والبودكاست بقى بالذات دول ناس قاعدين بيحكوا بيدردشوا يعني. فهو ما بنسبه 99% ما كانش معاه الاسئله قبل الحلقه. هتقول لي دي تفرق في ايه؟ هقول لك يا سيدي تفرق في ايه. انت ما تبقى راجل بقالك 60 سنه شغال في الحفريات وفي الاثار، عندك كميه صور مهوله وداتا. 60 سنه عندك داتا قد كده اهو. لما تروح في برنامج وانت ما تعرفش هو هيعوز منك انهي داتا، هتاخد ال 60 سنه دول هتاخدهم معاك على هارد وتقول له خد اتفرج قلب فيهم ونقعد بقى ساعتين. يعني حاجه من الحاجات اللي كانت مستفزه جدا، كل ما يقول حاجه يقول له يا ابني دور لي على النت شوف. الطريقه توحي بان انت جايب الراجل اللي قدامك تهزقه، او ان انت مش مصدقه، اللي هو ده مش عارف الدولار النهارده بكذا. طب لحظه واحده شوف لي يا ابني على النت الدولار بكام. لا هو انت جايبه، انت مش مصدقه، انت جايبه تهزقه. تمام. فطبعا التاني يدخل على النت ما يلاقيهاش، فده يقول له هي فين الماتيريال دي؟ يقول له تسم ماي بوك. ما برضه تسم ماي بوك دي هو كان المفروض يقول له انت كان المفروض تبقى محضر الحلقه كويس عن كده. انت اللي مستضيفني، المفروض انا راجل كاتب كتاب في الاثار، المفروض تبقى انت قاريه، المفروض تبقى انت جايب نسخه منه على الاقل. او كنت تقول لي بقى من قبل الحلقه احنا هنعوز منك الماتيريال دي وانت جاي، هنعوز منك الصور. بس صور ايه يعني؟ هجيب صور 60 سنه متجمعه على مدار 60 سنه؟ ما برضه يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. طريقه ما كانتش حلوه، والرد بتاع كل مره اتسم ماي بوك اتسم ماي بوك. يا عم اديها له في نص دماغه وقول له انت مش محضر الحلقه كويس ليه؟ هو طب انت ما قلتليش ليه اجيب معايا ماتيريال؟ يعني وهجيب ماتيريال ايه؟ الماتيريال اللي انا هجيبها معايا انقي ايه واسيب ايه؟ وانا عارف انت هتسالني في ايه. انت ما قلتليش الاسئله ليه طيب قبل ما انا اجي؟ انا هنا مش بدافع عنه، انا حطيت نفسي مكانه. انا رايح انترفيو في حاجه انا بقالي 60 سنه بشتغل فيه، فعندي ماتيريال بالهبل. انا هروح الانترفيو اشيلهم بقى في شنطه ونقعد بقى ساعتين ندور على الصور في ايه يا عم ده يا عم. نقطه تانية برضو انا ما بلوموش فيها، هي النقطه بتاعت السيجار. انت عمال تشرب سجاير يا باشا، السيجاره دي هو التاني اللي عزم عليه بيها، والتاني جو روجان كان بيدخن نفس السيجاره ومولعه وبيشربها في نفس الحلقه. من ضمن الحاجات برضو اللي هو عك فيها ان هو قعد يقول له في الحلقه انا هبقى ابعت لك الصور دي، هبقى ابعت لك الماتيريال دي. وطلع في برنامج، طبعا هم كاتبين في الحلقه انه ما فيش حاجه اتبعتت لنا. هو بقى طلع في برنامج مع شريف عامر وقال انا بعت له على الايميل وقلت له انا هبعت لك الحاجه بس توعدني انها ما تتنشرش لان دي لسه اكتشافات اثريه هتحصل. ده كلام ناس عاقلين. طب ما كان ممكن يرد، فهو بعتوش الصور علشان التاني ما ردش عليه، اللي هو ما ادالوش وعد. يعني ايه يا عم
الحاج في ايه؟ قول والله والله كده. ايه يا جدع انت الكلام ده؟ في ايه يا عم الحاج؟ طب ما كان ممكن يرد، ده كويس انه ما ردش. طب ما كان ممكن يرد ويقول لك والله 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 انا مش هنشر الصور دي، واول ما تبعتها له انشرها عادي. يعني ايه يا عم الحاج في ايه؟ كمان انه الراجل ده هو اللي منع اي حد انه يتكلم عن الاثار. ليه يا حبيبي؟ ما انا بكمنها هو على التليفون وعلى النت وبتكلم زي ما انا عايز. اي حد، ممثل محمد خميس بيطلع هو مرشد سياحي. يعني ايه قصه انه في واحد مانع الناس كلها انها تتكلم عن الاثار عشان يتكلم هو؟ مانعهم ازاي؟ برضه ده كلام اهبل يعني. ما هو اصلا جو روجن حتى هو اللي استضافه، واحنا هنا في 2025 هو في حد يعرف حد يمنع حد انه يتكلم؟ الا طبعا لما الفيديو ما يعجبش ناس ويتقبض عليه كده قصه ثانيه. فهل الدكتور زاهي حواس يستحق الهجوم عليه؟ بصراحه يستحقوا عن جداره يعني. ما يعني بالرغم من ان في نقط انا ممكن اكون معاه فيها، الا انه في المجمل العام لا يستحقوا.